والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من مسلسل كره تقديم وبزيز النت تعجبكم. والنهارده هنتكلم ان شاء الله عن ماتش باير ليفركوزن ضد انتراخت فرانكفورت. الماتش طبعا كان بيتلعب على ملعب باير ليفركوزن، وكان الماتش كان متوازن شويه، بس معظم اوقات الماتش كان باير ليفركوزن هو المستحوذ في المباراه. بصراحه بقى عشان اكون صريح معاكم، ده تقريبا اول ماتش اتفرج عليه من اوله لاخره كده لفرانكفورت، وليه طبعا نجمنا المصري عمر مرموش. كنت حابب اشوف عمر مرموش بيعمل ايه. طبعا شفت قبل كده هايلايتس كتيرة ليه وجوانه وكده، وبس قلت اتفرج عليه. حرفيا عمر مرموش كان الكل في الكل، وبيلعب فاولات وضربات جزاء وكل حاجة. ليه شخصية واضحة جدا بين لعيبة فرانكفورت، مش مجرد لعيب متألق معاهم السنة دي وخلاص. الماتش كان قوي. الماتش كان الصراحة كان معلش عشان بتلخبط، ممكن معظم الوقت ما ببص الكاميرا عشان لسه بتعود على الوضع يعني. بس الماتش كان يعني ممكن نقول ان هو ما كانش متوازن قوي. يعني لو فتحنا الاحصائيات دلوقتي 27 شوط تقريبا ليفركوزن ليه فرص اكتر، في فرصه في القائم هنا وهنا. وطبعا فرصه فرانكفورت كانت عن طريق مرموش. ليفركوزن لعب ماتش عالي جدا. تشابي الونسو الصراحه كان مسيطر على الماتش. بس عايز اتكلم بشكل اكتر في الماتش ده عن عمر مرموش. عمر مرموش كان الماتش حرفيا كان تشابي الونسو بيسلمه، بيوقف معاه مان تو مان ماركينج في الدفاع، كان بيوقف معاه يا اما تبسوبة وقت ما يكون مرموش متقدم قوي، لما يبقى في النص نص ملعب شويه يخلي معاه امين عدلي، او مثلا يعني امين عدلي، او ساعات فريمبونجا، او ساعات تبسوبة. هو اكتر اتنين كان امين عدلي وتبسوبة. فهو كان دايما بيسلمه من واحد للتاني. فده طبعا ده يوضح أهمية مرموش، وده يوضح برضو شطارة تشابي ألونسو إن هو بيحترم الخصم، وإزاي محضر إن هو عمر مرموش إزاي يتمسك. طبعا كل ما عمر مرموش اسمه يكبر ويتألق وكده، طبعا كل فرق يعني هتعمله حساب أكتر. ممكن طبعا التألق بتاعه يبقى صعب، بس إحنا هنا نتكلم هل مرموش ما عملش حاجة؟ لا، مرموش قدر يجيب ضربة جزاء. مرموش في أكتر من فاول اتعمل عليه، وفي حاجات كمان الحكم ما حسبهاش. مرموش جاب كرة في العارضة. مرموش كان متألق جدا في الماتش ده. مش هقول جدا جدا يعني، بس هو مرموش عمل لا ماتش حلو يعني ما نقولش ان هو ماتش كان قليل خالص. مرموش بالعكس، اكتر من كورة كان بيستلم مرموش، وقد ايه كان بيراوغ فيها. يعني لبس هنكابي خرم فظيع. توب سوبر رقصه اكتر من مرة. تشاكا حرفيا رقصه ترقيصة عالمية. فمرموش عمل اداء اكتر من رائع في الماتش ده من حيث الاداء الفردي. خلصنا من مرموش والتراجع الزائد بتاع فرانكفورت، خلينا بقى نتكلم عن ليفركوزن. ليفركوزن حرفيا كان ماسك الماتش، وكان مستحوذ بطريقه اكتر من رائعه. كان وشغالين معظم عرضياته، وحرفيا فيكتور بونيفيس المهاجم النيجيري بتاعهم ما كنتش متوقع صراحه ان هو متالق. هو طبعا كان من هدافين الدوري السنه اللي فاتت. الولا حرفيا جاب جون برضو وسط دربكة كده، وغلطة غريبة جدا من كيفن تراب. بس احتفل احتفالية جامدة جدا مع جماهير ليفركوزن. الصراحة أجواء الجماهيرية كمان بتاعت الماتش، يعني أنا قليل لما أتفرج على ماتشات الدوري الألماني مثلا، بس الماتش ده تشوف أجواء الجماهير معظم الماتش بيهتفوا ورا النادي وكده. فبرضه أكيد العامل الجماهيري ده اللي خلى مدرب فرانكفورت إن هو صعب يمسكوا كرة قدام ليفركوزن وأبطال الدوري وكده. فالموضوع كان صعب شوية. بس بقى في مجمل المباراة انتهت 2-1 لصالح ليفركوزن. من حيث الماتشات اللي اتلعبت لحد دلوقتي اللي بعد الماتش على طول، فرانكفورت نزل للمركز الخامس. مرموش المهم قدر يجيب جون النهارده، ووصل للجون التاسع في التوب الهدافين بتاع البوندز ليجا. دي حاجة كبيرة جدا. هنشوف هل مرموش هيقدر يكمل الموسم بنفس المستوى ونفس التألق ولا لأ. الصراحة برضو يا جماعة في نقطة برضو مهمة جدا. مرموش كان بيلعب في النجيل الصناعي ضد موريتانيا درجة 47 وسط الرطوبة، وسط الحرارة. ومع كده الماتش كان بيتلعب امتى؟ كان تلات تقريبا. سافر وجاء يوم السبت عادي جدا، بيلعب أساسي 90 دقيقة. ماتش توب ضد بطل الدوري الألماني السنة اللي فاتت. فشابوه الصراحة المرموش عمل أداء خرافي بالنسبة لكل الحاجات دي. فلو حد بيقول لك مرموش ما تألقش الماتش ده، شوف كل الظروف كل الحاجات. بعد كده راح لعب اساسي، ثابت في الملعب. مستواه ممكن انخفض شويه شوط تاني، بس مع كده كان عامل الخطوره الاساسي لفرقته. فهو مرموش الصراحه انا يعني
يعني مبشر جدا وفخورين بيه جدا، ونتوقع ان شاء الله ونتمنى ان هو يتألق في الماتشات اللي جايه. بس ده الفيديو كلام سريع كده بعد الماتش. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اهم حاجه ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وجديد جديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلينا بقى نسهر ونشوف ماتش ريال مدريد ضد السيلتا دي فيجو.